ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده ان شاء الله هنعمل همبرجر في البيت بطريقة سهلة وبسيطة. هتعجبكم ان شاء الله. ده برجر لحمة، مقاديره حلوة وموفرة جدا، وعاملين اضافات عشان تزود الكمية بتاعته. تمام، لان طبعا الاولاد دلوقتي قاعدين من المدارس وعايزين كل شوية وجبات وجبات، فمش هنقعد بقى نشتري كل يوم من بره، فاحنا نعمل حاجتنا في البيت احسن وانضف واوفر ان شاء الله. بس لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسنيش في لايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد ان شاء الله. انا معايا هنا نص كيلو لحمه مفرومه، ممكن تزودي تقللي حسب مقدار اللحمه اللي متوفر عندك، بس انا نص كيلو، هو نص كيلو حاجه بسيطه زياده. احط عليه 100 جرام فول صويا نقعاه في ميه، حتى انا لسه ما صفيتش الميه، قلت اصفيها معاكم دلوقتي. فول صويا منقوع بقاله نص ساعه. دي معلقه هريسه شطه، حابه تضيفيها تمام، مش حابه خلاص، بس بتدي لون حلو احسن من البابريكا. تمام، انا مش حاطه بابريكا خالص لاني حاسه ان هي ما بتضيفش اضافه كويسه. معايا بصلتين متوسطين، ممكن تكون بصلايه واحده. مش حابه تحطي بصل مفيش مشكله، بس لازم تحطي توم. التوم ما ينفعش يتشال من همبرجر. تمام، في ناس بتحط بيض معاها، بيضايه واحده مع الهمبرجر، بس انا مش حابه ان انا احط بيض. تمام. ده كيس الخلطه بتاع البرجر معانا بجد حلو قوي، وفي اضافات بتظبط معاك القوام بتاع البرجر معاك، لان بيبقى فيه نشا وفيه توابل تانية كويسة. انا مش حاطة اي توابل تاني غير ان انا حاطة رشة فلفل اسود، وحاطة رشة بيكنج باودر صغيرة. بصوا رشة قد ايه، صغيرة جدا، ورشة ملح عشان خاطر الكيس ده بيبقى فيه في المقادير بتاعته مكتوب ان هو فيه ملح. تمام، فاحنا نخلي بالنا من التركاية دي عشان خاطر الملح بتاعنا ما يبقاش زيادة في البرجر بتاعنا، ويبقى مالح وما نقدرش ان احنا ناكله. تمام. طبعا في اضافات تانية هنعملها بس بعد الخلطة ديت، يعني الخطوة دي ما نعملها. في حاجات طبعا عشان خاطر السندوتشات هنعملها. تمام. انا هضرب البصل والثوم في الكبة، وهنشوف هنعمل ايه تاني. الكبة بتاعتي جاهزة اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو بسم الله. حابة لو انت حابة ان انت تحطي ليا او اي دهون عندك حطي، مش هيجرى اي حاجة، هيبقى طعمه حلو جدا. تمام، هشغل الكبة عشان خاطر الصوت بتاعها وارجع لكم تاني. هنا البصل ناعم جدا، بصوا ازاي، وكمان هينعم كمان اكتر لما نحط بقية الاضافات. ايه بقية الاضافات؟ هنحط طبعا فول الصويا الاول، لازم تنعميه مع البصل، بس مش هينفع ان احنا نحطه بميته كده. هتعملي ايه؟ هتاخدي كمية من فول الصويا كده اهو، وتعصريه جامد كده بايدك كده ما بين بطن ايدك، وتعصري جامد، لازم يكون مفهوش ميه بالشكل ده، وتحطي في الكبة. لازم تفرمي فول الصويا الاول، هتعصري جامد كده اهو بايدك، بطن ايدك كده جامد اهو، وتحطي كده في قلب الكبة الكمية كلها. مش حابة تحطي فول صويا، ممكن تحطي نص كوباية برغل. ينفع بالبرغل؟ ينفع. طب كده هيدينا طعم الكفتة، مش مشكلة، بس هيبقى برضو همبرجر وهيعجب الاولاد. ممكن تحطي زي ما قلت لك برغل، نص كوباية او ربع كوباية برغل. برضو البرغل لازم يبقى منقوع اهو بالشكل ده. انا هكمل وهفرم فول الصويا مع البصل وارجع لكم تاني. ناس بتقول ان فول الصويا ده غلط، هو كتره غلط. اي حاجة احنا بنستخدمها كترها طبعا بتبقى ضرر، مش مفيدة. بس فول الصويا مع البصل بصوا اهو، بصوا اتفرم بقى ناعم ازاي اهو كله مع بعضه. تمام. هنحط ايه تاني يا ام محمد؟ هنحط هريسة الشطة اهي، دي هريسة شطة حارة. لو انت حابة عندك هريسة شطة باردة حطيها، بجد حلوة وهتفرق معاكي في لون البرجر معاكي. تمام، لو انت حابة. لو انتوا مش بتحبوا الشطة خلاص بالشكل ده. هنحط كيس التوابل بتاعنا برضو اهو، كيس التوابل بتاع البرجر بالشكل ده. انا كنت حابه اعمل معاكم في نفس الفيديو العيش بتاع الهمبرجر، بس ايه، هعمله في فيديو تاني ان شاء الله. وهحط الفلفل الاسود بتاع ده بيكنج باودر والملح. تمام، هفرمهم فرمه. خلاص فرمت وابتديت احط اللحمه بتاعتي اهي، ونفرمها برضو مع الفول الصويا. بس هنا الفرمه مش هتكون طويله قوي عشان خاطر
بتطلع معايا مظبوطه. البرجر مش بتفرم قوي زي الكفته. تمام اهو بالشكل ده. لو وصلت معايا لحد هنا ما تنسينيش في لايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد ان شاء الله. اللحمه زي ما قلت لكم انا عملتها فرمه كده بسيطه وحطيتها في الطبق وكملت بايدي. تمام. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش كبه مفيش مشكله، يقدروا يعملوها من غير كبه، بس هيفرموا يبشروا البصل في المبشره بتاعه البصل، ينعموه كويس جدا عشان ما يبقاش باين زي دلوقتي كده. هو بصوا مش باين ان احنا حاطين بصل اصلا ولا توم. تمام. كل اللي باين الفلفل الاحمر اللي احنا حاطينه. تمام. انا جهزت عندي هنا غطا بتاع بطرمان عشان خاطر هعمل فيه. لو انت ما عندكيش طبعا المكبس اللي هو بتاع البرجر فتعملي زيي بالغطا بتاع البطرمان اللي بيبقى موجود عندك اللي هو بتاع المخلل. تمام. ومجهزه كيس فيه دهنه زيت عشان خاطر احطه في قلب الغطا ونبتدي نشكل معانا البرجر بتاعنا. معايا خلاص الكيس والغطا اللي انا قلت لكم عليه، وادي قطعه اللحمه اللي احنا هنستخدمها اهي. تمام. حابه تكبري حابه تقللي حسب البرجريه اللي انت عايزاها، بس انا مش بحبها تخينه عشان خاطر ما تبقاش نيه من جوه. بعملها تخينه في حاله واحده بس، لان برجع ادخلها الفرن بعد ما بحمرها على البوتاجاز لما اكون حاطه جبنه في النص. تمام. بس انا النهارده مش هحط جبنه في النص، فانا خدت قطعه البرجر دي، ولو لقيتها كمان كبيره وانا بفردها هقلل منها، بس انا شايفه ان هي كده مظبوطه. تمام اهي. وعندي هنا هجيب طبق اهو اقل شويه من الغطا، يعني اصغر شويه من الغطا عشان خاطر ادوس بيه واقدر ان انا اساوي البرجرايه بتاعتي اهي. هجيب الكيس كده، انا سايبه الكيس كبير عشان خاطر اقدر اساوي. بصي بساوي ازاي؟ بساوي كده اهو، دوسه بسيطه خالص مش جامده اهو. بساوي البرجرايه بتاعتي عشان تطلع مدوره وحلوه، بساويها كده بالشكل ده اهو. بصوا برجع اطلعها من قلب الكيس، بصوا عامله ازاي اهي. حابه بقى ان انت هتعملي لها شكل زي بتاع المكبس، بتجيبي سكينه بالشكل ده تعملي كده. لو انتي حابه تعملي لها الشكل اللي هو بيبقى موجود في قلب المكبس اهو بالشكل ده بالسكينه. تمام. نعمل واحده تاني مع بعض اهو. هجيب قطعه لحمه اهي كده بالشكل ده، نجيب الغطا بتاعنا. اي حاجه عندك تكون مدوره بالشكل ده اعملي بيها، مش لازم غطا بطرمان، اي حاجه عندك متوفره في البيت مدوره. مش لازم ان احنا نجيب المكبس، انا سالت عليه صراحه فلقيته غالي فما جبتوش، وانا مش هستخدمه على طول، فحرام ان انا اجيب حاجه مش بستخدمها على طول. فانا طالما في حاجه في البيت اقدر ان انا اعمل بيها خلاص مفيش داعي ان انا اشتري اهو. دوسه واحده كده بالراحه. بصوا اهو طلعها اهو. بصوا مظبوطه. لو فيها حاجه من الجناب كده مش متساويه بنسويها عادي. واجيب السكينه اهو بسيطه خالص اهو بالشكل ده، واعمل عكاس اهو حسب بقى ما انتي تحبي الشكل عامل ازاي اهو. تمام. انا قلتلك بقى على الفكره. هكمل بقيه الكميه، ولازم تسيبي البرجر يرتاح في الفريزر حوالي 10 دقايق او ربع ساعه عشان خاطر يمسك نفسه شويه، وتقدري ان انتي تحمريه على البوتاجاز، تديله التشويحه بتاعته على البوتاجاز. بس لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسونيش في لايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد من البرجر الجميل الحلو ده والوصفات التانية الكتير اللي احنا ان شاء الله هنعملها مع بعض. وعايزه اقول لكم بصوا ان فول الصويا مش باين خالص في البرجر. بصوا اهو باين ان هو كله لحمه ما فيهوش فول صويا. تمام. فدي من الوصفات الاقتصاديه اللي هي بتبقى موفره شويه. هكمل انا الكميه وارجع لكم تاني. هنسوي البرجر معانا بعد ما حطيته في الفريزر شويه حوالي 10 دقايق ربع ساعه نص ساعه، الوقت المتوفر معاك اللي انت تقدري تحطي فيه البرجر في الفريزر. لازم تحطيه مده كويسه، اقل حاجه 10 دقايق بحيث ان هي تتشمع اللحمه وتمسك نفسها شويه. تمام. انا هنا حاطه الطاسه على النار وحاطه فيها معلقه زيت كبيره شويه عشان خاطر البرجر بتاعي ما يتحرقش معايا، ولازم الزيت يكون سخن.
بصوا شكل البرجرية عاملة ازاي، تحفة. بصوا الاحمر ده هرسة الشطة اللي احنا حاطينها، تمام، ولا باين ان احنا حاطين فول صويا ولا اي حاجة خالص. بصوا عاملة ازاي، تحفة بجد، وبيعمل كمية حلوة قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. سامعين؟ لازم تسمعي الطشة دي في البرجر بتاعنا. حط واحدة كمان. بصوا انا حاطة فاصل، حاطة كيس فاصلة ما بين كل برجرية والتانية. الطبقة اللي تحت غير عشان خاطر الطبقة اللي فوق ما تلزقش. بسم الله. بالشكل ده اهو، على قد ما الطاسة عندك او الحاجة اللي انت الجريلا اللي عندك بتاخد حطي، تمام. لازم تسيبيه، لازم تسيبيه يتشمع الاول الوش الاولاني قبل ما تقلبيه عشان خاطر ما يفكش منك. حركيه كده حاجه بسيطه، تمام اهو. ان شاء الله هيطلع حلو معاكي وهيطلع مظبوط. بس لو وصلت معايا لحد هنا ما تنسيليش في لايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. وهو ان شاء الله باذن الله مش هيكش معانا كتير عشان خاطر فول الصويا وعشان خاطر البيكنج باودر اللي احنا حاطينه. شكله بعد ما قلبته الناحيه التانية. بصوا عامل ازاي، ياخد بس لون بسيط كده اهو، ونهدي النار. بصوا انا مهديه النار ازاي اهو، مش معليها قوي، تمام، عشان خاطر اللحمه برضو معانا تستوي. بجد حلو قوي وموفر في البيت. خلاص انا خلصت البرجر بتاعنا اهو وحطيته في صينيه. ليه يا ام محمد حطيتيه في صينيه؟ عشان انا لسه هدخله الفرن. ازاي؟ عشان انا مش جايبه الجبنه اللي هي بتتحط على البرجر ده، لان لقيتها غاليه جدا جدا. الكيس فيه 6 قطع، مش هيقضي اي حاجه وغالي على الفاضي. طب وليه؟ طب انا جبت جبنه موتزاريلا اهو، احطها على الوش وادخلها الفرن تسيح واطلعها اعملها في الساندوتشات على طول وهي سخنه، تمام. حلاوه البرجر ان هو بيتعمل سخن، يعني ان انت ما ينفعش تعمليه وتركنيه. انت ممكن تعمليه وتركنيه في حاله واحده بس، ان انت تعمليه وخطوه الجبنه دي تخليها على الاكل على طول. يعني وقت ما خلاص هتاكله تروحي حاطه خطوه الجبنه دي وتحفظيه كده، تغطيه بستريتش ولا باي حاجه وتحطيه في فرن البوتاجاز. هيفضل معاكي سخن، وكمان هتدخليه كمان الفرن فهيسخن وهيبقى حلو معاكي كأنك لسه عاملاه، تمام. لو انتي مش هتبقي فاضيه وحابه ان انتي تعملي وتخلصي على طول، خلي خطوه الجبنه دي وقت الاكل عشان خاطر يبقى سخن، لانه الصراحه ما ينفعش يبقى بارد، تمام. دي جبنه موتزاريلا، ممكن تحطي شيدر، ممكن تحطي رومي، حسب نوع الجبنه اللي انتي بتفضليه وبتحبيه، تمام. ادينا عملنا البرجر وحطينا عليه جبنه زي اللي بيجيبوه من بره وهتسيح وهتبقى زي الفل وحلوه ان شاء الله، تمام. انا هخلص خطوه الجبنه دي وهدخله الفرن واجهز العيش بتاعنا واجهز الطماطم والكابوتشا بتاعتنا عشان خاطر نحطه نجهزه في العيش. والخيار المخلل، عايزه اقول لكم ان عامله خيار مخلل في البيت تحفه 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 بجد، حلو قوي. وانا كنت عاملاه برضو على القناه عندي، سهل وبسيط وبيقعد معاكي مقرمش حوالي، ممكن اقسم بالله قاعد عندي شهرين، لان انا مش باكل المخلل، عندي جوزي بس والاولاد مش بياكلوا، فبيقعد عندي مده طويله، فبيفضل مقرمش من اول واحده لحد اخر واحده بالشكل ده اهو، زي ما انتم شايفين كده. هدخله بقى الفرن وارجع لكم تاني. خلاص انا طلعت البرجر من الفرن. بصوا الجبنه ساحت وبقت حلوه ازاي اهي، بصوا الجبنه سايحه ازاي اهو. بصوا ده التوفير، بصوا وفرنا وعملنا كميه كويسه من البرجر، عملنا حوالي 16 قطعه او 17 قطعه، تمام. ده العيش اللي هو بتاع البرجر بتاعنا. هنعمله ازاي؟ الحشوات بتاعتي اللي انا قلت لكم عليها، معايا بصل مقطعاه كده شرايح، ومعايا خيار برضو اللي انا مخللاه في البيت، بصوا عامل ازاي،
ومعايا طماطم شرايح، ومعايا كابوتشا برضو شرايح. تمام. انا مقطعه العيش كده، مقطعه الوش بتاعها عشان خاطر اغطيه بيه. تمام. اول حاجه هنعملها احنا هنحط مايونيز الاول. لازم من تحت تحطي مايونيز في قلب العيش عشان تاخدي طعم حلو. لازم تحطي مايونيز الاول اهو زي ما انت شايفه. وبعد كده ثواني هجيب طبق اهو. طبق اهو حطينا المايونيز. هنحط بسم الله الرحمن الرحيم الخيار اهو بالشكل ده زي ما انتم شايفين. هنحط الكابوتشا بتاعتنا. الكابوتشا انا بحب اقطعها كده بالشكل ده، مش بحب احطها قطع سليمه، لا قطعيها كده فروميها، هتبقى طعمها احلى وهتبقى مقضيه الرغيف كله. تمام. هنحط شريحه بصل بالشكل ده، وهحط شريحه طماطم اهو. بصوا شريحه طماطم وشريحه بصل اللهم صل على النبي الكاوتش الخاص بتاعنا. وبعد كده هحط البرجرايه بتاعتنا اهي بالشكل ده زي ما انتم شايفين، وهحط عليها رشه كاتشب كده زي ما الاولاد بيحبوا. ادي ده الهمبرجر بتاعنا، بصوا عامل ازاي اهو. تمام. مفيد جدا وصحي وعاملينه في البيت اهو. حط برضو العيش بتاعنا اهو بالشكل ده. طبعا انا هكمل الكميه بالطريقه دي، هعمل معاكم واحده تاني اهو. هحط المايونيز الاول اهو كده، مايونيز اهو. مايونيز الاول. هحط الخيار المخلل، واحاول ان انا اوزع الحاجه في الرغيف كله عشان خاطر كله يستفيد من الخضار اللي احنا حاطينه. هحط كابوتشا اهو بالشكل ده. هحط شريحه بصل. البصل ده انا مقطعاه وحط عليه ليمون عشان خاطر ما يصننش. تمام. هحط شريحه طماطم، احط شريحه طماطم اهو. هحط برجرايه بالشكل ده اهو. وهحط برضو الكاتشب كده اهو بالشكل ده. هعمل الكميه كلها بالطريقه دي وهوريها لكم في الاخر بعد ما اخلص. تمام. خلصت البرجر معاكم والحشوات، وقلت لكم الخطوات واحده واحده هنعمل ايه بالظبط. بجد حلو قوي وهيعجبكم جدا. وادي اللي اتبقى معايا انا حطيته في طبق عشان خاطر اللي يخلص الساندوتش بتاعه وعاوز تاني يعمل على طول. وطبعا الحاجه جاهزه، الكابوتشا مقطعينها والطماطم والبصل والخيار وكل حاجه جاهزه، ففي ثواني هيتعمل. بس بعد ما يخلص الرغيف بتاعه عشان ما ينفعش نعمل ويتبقى حرام الحاجه تبوظ ونرميها. تمام. وعادي ترجعي تسخنيه تاني، تسخني الفرن وترجعي تسخنيه عادي، مش هيجرى اي حاجه. لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسينيش في لايك والاشتراك وتفعيل الجرس وتعليق حلو من عندك عشان خاطر الفيديو يترفع لاكبر عدد ممكن من الجمهور ان هو يشوف. تمام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.